عيثما جستما وريو كيف حالكم سمخش. بكل لغات العالم نوجه لكم التحية ولن نسألكم على أحوال تلك التي على بالي وبالكم. وقبل الدمراج في هذه النشرة نود أن نتوجه بأصدق المشاعر والمواساة لسكان القصر الكبير، اللهم فرج كربتهم يا رب، والناس المدن المجاورة مزيدا من التضامن والتأخي بين أخوتنا المغاربة. نتمنى الكل يتضامن معهم في أماكن الإيواء قدر المستطاع، والله يتقبل من الجميع. وشكرا لمجهودات السلطات ولكل من ساهم في هذا العمل وسهر على حرص ممتلكاتهم. هذا وندور مرة أخرى التبصير وندخل في سرد ما في جفتنا من أخبار عاجلة، حيث تعرض فريق الوداد الرياضية على مهزلة تحكيمية تحت الدروبة وترنوات رمضان، إذ عين الكاف هذه المرة حكما أرى أنه من طاقم الفريق المضيف. ما بقى لي غير بالستوني ديالهم، إذ في لقطة غريبة وعجيبة أعطى الحكم الصفرة الثانية للحارس ولم يكن يعلم أن لديه الأولى، وعرف أنه قفرها ونادى على لاعب آخر من الفريق نفسه وقال القريبون أولى، زعم الحارس بعيد عليه. تبا لك يا أيتها الكاف بموت سيبي ديالك بداكشي كلشي، عطفوا على الجزائر بدون سبب. هذا وفي صفحة أخرى اتفق جماهير الطفلة رجاء البطريقية كعادتهم التشويش على الوداد، تشويش نجمة 6 إذ قاموا بحملة أن حكيم زياش سيغادر وهو غاضب وما مخلص، في حين حكيم زياش براسو ما فراسوش هادشي. القافلة تسير والرجاوي عاد استجاب حكيم زياش لضغط جمهور مرسى ماروك وتنازل عن مطالبه المالية وسيرافق الفريق إلى كينيا. الله على أخلاقكم يا جمهور مرسى ماروك. وفي صفحة أخرى وبعد امتصاص كل طاقته والتتويج معنا بعصبة الأبطال 3 بطولات، الكائن الرجوي يحتفل بصفقة أيوب ورزازات، وانتدبه زياد كي يشم فيه الرجوي رائحة العصبة التي لم يتوج بها الفريق البطريقي منذ العصر الحجري عندما كان الحكم يصفر بيديه. هذا وقبل المجيء الكل يدون أن هذه الصفقة يجب على ديجيتال رجاء يقدم أحسن تقديم. عندما جاء سألوه ما هي أحسن فتراتك؟ أجاب عندما كنت مع الوداد. أدخل شارج ماتريال يده في خرشة الخضراء، أخرج قميصا مكمش، فيديو 190 درجة للعملود وهو يدور وانتهى. هذا ولا بد من التذكير بأهداف أيوب ورزازات في مرمى رجاء والاحتفالية المجنونة. قال لك الرجاوي من صغره. شكرا أيوب ومبروك عليك مصريف، رد البال وقرا كونترا طلع. غدا وسيخوض المارد الأحمر مباراة الأفريقية ما قبل الأخيرة في ملعب كسرونا بنيروبي عاصمة كينيا يوم الأحد. والله يحفظ من شي حكم من طاقم نيروبي عاوتانية، لأن الكرة في هذه القارة تجيب ميسي ورونالدو وتزيد عليهم مارادونا. خاص تشوف مع الكافلة غتربح. وأكبر دليل في المغرب الطفلة رجاء التي تلعب وقتما تشاء وترتقي ولا ترتقي للوداد. ومن جهة أخرى يجب أن نذكر الرجويين بدعم لاعبين الجديد برقوق الذي يضرب بريكولات في يوتيوب وكيطلع بهم القناة ويصور روتينه اليومي في الوزيس مع فيديوهات صورني وأنا كنفرق السيبي على الدراوش. معشر البحمرونيون والبحمرونيات، نضرب لكم موعدا آخر في حلقة أخرى بإذن الله. كان معكم رفيق الأنشير تارودانت، إلى اللقاء.